يلا بينا نعمل الكفتة المشوية في البيت، كفتة الحاتي بطريقة بسيطة جدا ومكونات بسيطة. يلا بسم الله. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلاية متوسطة، ومعايا قرن فلفل، ومعايا 150 جرام من الدهن، معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، معايا كزبرة ناشفة، معايا فلفل أسمر، ومعايا رشة جنزبيل. معايا هنا معلقة من الدقيق، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من النشا، ومعايا كام فص من الثوم، ومعايا بيضاية. يلا بينا نبدأ. أول حاجة يا ست الكل، جمدي الدهن بتاعك شوية في الفريزر عشان لما نيجي نضربه في الكبة، أو لو هتبشريه ما عندكيش كبة وهتبشريه يبقى سهل معاكي. هنا أنا بفضل إن أنا أجمده شوية قبل ما أضربه عشان ما يمسكش معايا في الكبة ويعجن. عايزة قطع كده زي فتات البسكويت كده، لما بتجمديه شوية بيديكي نفس القوام ده. هنا شايفة. هنا بقى هجيب طبق هنزل فيه بالدهن بتاعي اللي عملته في الكبة. حطي للنص كيلو لحمة مفرومة 150 جرام من الدهن، ولو معاكي كيلو حطيله 300 جرام أو 350 كمان، هيخلي طعمها حلو. ويفضل لو تكون دهنة ضاني من اللية، بس ما عنديش، انا استخدمت اي نوع دهن موجود يعني عندي. هنا بقى في الكبة حطي البصلاية مع قرن الفلفل، ولو عندك كمان كزبرة خضراء او بقدونس حطي عيدين صغيرين، بس انا ما كانش عندي. هنا انا هضربهم في الكبة لحد ما انعمهم اكنهم مبشورين اهو. بقلب كده، نزلي اللي على حيطان الكبة واضربي تاني، هو كده يعني اكنه زي المبشور. وما تعصريش ولا تصفي البصل يا ست الكل، اعمليها بس بالطريقة ديت وهتدعيلي. انزلي بالتوابل بتاعتنا، توم باودر، بصل باودر، رشة بابريكا، جنزبيل، رشة قرفة صغيرة، فلفل اسود، رشة كزبرة ناشفة، ورشة جنزبيل، واظبطي الملح بتاعها. حطي بقى كل الميكس ده كله كده على بعضه، وهنزل بالدقيق والبيكنج باودر والنشا، معلقة دقيق واحدة ومعلقة نشا ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. واعجنيلي بقى، مكسيلي كل ده مع بعضه بإيدك كده، دعكي واعجني. وانتي بتعجني كده لو كان في حتة صغيرة فلتت من الكبة دهن ولا حاجة ما انبشرتش كويس، بصباعك كده حاولي انك انتي تفتتيها، واعجني كويس قوي لحد ما الأنسجة بتاعت اللحمة كده تدوب وتتداخل مع بعضها. اضربيها ضربا مبرحا، اضرب اضرب اضرب. هنا بقى ده السر بتاع الكفتة من النهاردة معانا. حطي البيض على الكفتة وهتدعيلي. هننزل ببياض بيضة للنص كيلو، بياض بيضة واحد. ده بقى السر اللي مش هيخليها تكش معانا في الفرن، وهينفشها معاها مع البيكنج باودر، هينفش حجم الصابع ومش هتخليه يكش معاكي. لما كنا بنعمل كفتة الحياتي دي في الفرن، الصباع لما بيستوي بيبقى تقريبا نص الصباع اللي كنا مدخلينه الفرن بيه. لا، بياض البيضة مش هيخلي معاكي الصباع يكش، هيخليه يفضل زي ما هو. يعني هو مش هيكش قوي برضه عشان المصداقية، يعني هو هيكش حوالي ربعه او اقل من الربع، يعني هيفضل لك التلات ارباع وزيادة. اضربي 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 كده. وبعد ما نعجنها كده كويس قوي، انا كنت نسيت مع المكونات احط ليمونة، عصرة ليمونة، وسنة صغيرة، معلقة صغيرة من الخل، بس لما افتكرتهم حطيتهم. انتي حطيهم في اول المكونات. يبقى المكونات بتاعتنا بصلاية متوسطة، قرن فلفل، ولو عندك كزبرة ناشفة او بقدونس، وفصين من الثوم، والبهارات بتاعتنا فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، رشة جنزبيل، رشة قرفة صغيرة خالص، و150 جرام من الدهن، ومعايا عصرة ليمونة، ومعايا معلقة خل، ومعايا بياض بيضة. ومكسي ده كله مع بعضه
واعجني كويس قوي زي ما قلتلك كده. لو في فتافيت من الدهن ما كانتش انبشرت كويس حاولي انك انتي تكسريها كده بايديكي. هنحطها في التلاجة لمدة ساعتين، ممكن تعمليها من بالليل وتسويها تاني يوم عادي. هنا بقى طب احنا ما عصرناش البصل، هنصبع الكفتة دي ازاي؟ معايا فنجان من المية ومعلقتين من الزيت وعصرة ليمونة صغيرة ومعلقة صغيرة خالص من الخل ورشة فلفل اسود. ده بديل مية البصل. ومية البصل اللي احنا لما بنحطها على اللحمة بتدينا طعم حلو قوي. طب مية البصل يا ايه مش هتخلي الكفتة تفك معانا، لا، ده اللحمة هتشرب منها وهيبقى طعمها حلو. ومعلقة الدقيق ومعلقة النشا اللي حطيناها هتمسك لي قوام الكفتة. شايفة الكفتة ماسكة ازاي على قصاية الشيش طاووق. وحطيها في التلاجة ساعة أو ساعتين لو انتي مستعجلة، ولو سبتيها أكتر من كده هتشرب من بعضها وتبقى أحسن. صبعي. انا هنا هشيلها من عصاية الشيش طاووق لان انا هسويها في الفرن البوتاجاز. انتي حابة تسيبيها على عصاية الشيش طاووق وتسويها على الفحم وتحطيها في قلب الشواية اللي بنسوي فيها الفراخ، وتقفلي عليها وتقلبي كده الشواية وهتبقى معاكي اجمل من ما تستوي في الفرن كمان. هنا اهي ما شاء الله، شايفة حجم الصباع. النص كيلو رمى معايا كمية حلوة قوي، رمى تقريبا حوالي 11 صباع. لا وفري واعمليها في البيت احسن وتبقى اطعم، وكمان انتي ضمناها احسن من ما نشتريها من بره. واللحم تجيبيه تكوني يعني عشان هنحط له 150 جرام من الدهن تكوني متأكدة ان هي مش عليها دهون، يعني تكوني انتي فرماها عند الجزار. يا اما لو جبتيها مفرومة وعارفة انها هيكون فيها نسبة دهون قللي من كمية الدهن اللي احنا حطيناها. وصبعي باللي ايديكي كده من المية اللي احنا عملناها ديت وصبعي بيها. هنا كان ده اخر صباع معايا. شفتي ما شاء الله حجم الصباع كبير ازاي، وكمان الكمية النص كيلو رمى معانا كمية حلوة. شايفة ما شاء الله حجم الصباع حلو. هنا بقى روقي حواليكي كده وانت شغالة عشان يبقى ليكي نفس تشتغلي على الاقل في الحر اللي احنا فيه ده. هنا بقى حاولي تعملي اي نظام شرشطة كده في صباع الكفتة عادي، لو سبتيه كده والله ما هيعيط ولا هيجراله حاجة يعني. انا جبت شوكة كده وحاولت ان انا يعني اظبط الشكل شوية، يعني برضو يعني نظبط لهم الدنيا على قد ما نقدر. هنا جبت صينية دهنتها دهنة بسيطة قوي من الزيت ورصيت الكفتة بتاعتي فيها وحطيتها في الفرن في الرف الاوسط على نار متوسطة، وشغلت من فوق ومن تحت 10 دقايق وكانت معايا استوت بالمنظر ده ما شاء الله، طرية من جوه جدا. هنعمل بقى معاها شوية طحينة حاتي. هنا في برطمان بقى أسرع وأسهل طحينة ممكن تعمليها. في برطمان هننزل بشوية من الطحينة. البرطمان هيسهل عليكي طريقة عملها خالص. وهحط شوية الطحينة اللي حطيتهم نص كوباية من المية المغلية، ما تكتريش، وشوفي لو عوزتي مية زودي عشان ما تبقاش سايبة منك، ولو سابت منك زودي لها معلقة طحينة تظبط. وحطي فصين من الثوم المهروس، افرمي فصين 3 كده من الثوم وحطي لها رشة كمون ورشة فلفل اسود وظبطي الملح بتاعها ورج رج رج. شايفة هنا سالت معايا بقت سايلة ازاي. طب هنسيبها كده؟ لا لسه. بعد كده لما هنا احنا حاطين لها السخن، اول ما نحط لها بقى المكونات الباردة هتمسك معانا. حطيت لها معلقتين من الخل وحطيت عليها عصير ليمونتين متوسطين، الليمون البلدي بتاعنا المصري. هنا انتي مش حابة تزودي ليمون تمام، حابة تحطي لها شوية شطة تمام، حابة تحطي لها شوية كزبرة ناشفة برضو تمام. ولو عندك بابريكا اديها رشة صغيرة قوي ورجي. هنا بصي ابتدت تمسك ازاي لما حطينا لها المكونات الباردة على السخنة، مسكت معانا. رجي بقى دمجي كل المكونات دي في بعضها. شايفة تقلت ازاي؟
حابة تقيلي زيادة عن كده، بس هي لما هتبرد هتتقل اكتر، برضو تكوني عاملة حساب الحتة دي. هنا شايفة القوام ما شاء الله، قوامها حلو قوي. وهنا بقى معانا اسهل كفتة مشوية في البيت، ممكن تعمليها وتفرحي بيها اولادك، وكمان اسهل واسرع طحينة حياتي، وبألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل.